جماعة اللي بيحصل في الإسماعيلي ده كتير قوي، بجد والله كتير قوي. الإسماعيلي مش شوية، الإسماعيلي طبعا فاكهة الكرة المصرية طبعا زمان، وكان مفيش مطوشة غير أهلي وإسماعيلي، زمالك وإسماعيلي بنتفرج عليها. بيبقى لأ، ليها طعم تاني الإسماعيلي، والدوري المصري من غير الإسماعيلي لأ ما ينفعش، وكنا بنتكلمنا في القصة دي كتيرة. نادي الإسماعيلي فريق كبير، أول فريق أخد دوري أبطال أفريقيا هو الإسماعيلي. من بعديها بقى ب 12 16 سنة كان الأهلي وزمالك والكلام ده. كان الديربي على طول بيبقى موجود فيه الإسماعيلي، المنافسة موجود فيها الإسماعيلي. نيجي دلوقتي، فين الإسماعيلي؟ الإسماعيلي ضاع. الاسماعيلي حرفيا ضاع. ما تقوليش بقى صفقات الاهلي فضاه وده فضاه، لا الاسماعيلي على طول كان بيبقى واقف على رجليه. لكن الاسماعيلي دلوقتي فين الاسماعيلي؟ الاسماعيلي احنا كل سنه بنقول الاسماعيلي هيهبط، لا طب صعد ثلاثه، لا طب خليهم ما حدش ينزل. طب وبعدين؟ الموسم اللي فات والموسم اللي قبل، طب الموسم ده الاسماعيلي لعب 10 ماتشات، معاه 4 بونت من العشرة بس. يعني في بتاع 26 بونت ضايعين من الاسماعيلي. يعني الاسماعيلي بس كفايه عليه في الدور الاول، هو خلاص رسميا هو هبط رسميا من الدور الاول بس. طب وبعدين؟ هقول لك لا اصلا ما ينفعش الاسماعيلي ينزل، فنخلوا الفرق ونكبر فرق تانية لحد ما نلاقوا الدوري بقى بيقعد ايه سنتين ثلاثه بقى قدام الدوري. لازم يكون في تدخل يا جماعه، من وزير الرياضه لمسؤولين الاسماعيلي لرجال الاعمال الاسماعيلي، يبقى في تدخل يوقفوا الاسماعيلي على رجليه. لازم تلحقوا الاسماعيلي. لكن بالوضع ده حرام، صراحه حرام. يعني مش الاسماعيلي يحصل فيها ده كله، لا لازم الناس كلها، لازم المسؤولين كلهم لازم يشوفوا حل للاسماعيلي. مش يسيبوه كده، هيتساب كده خلاص هيضيع. هينزل بقى درجه تانية ومحدش يسمع عنه حاجه. الاسماعيلي بتلعب اصلا خسرانه من سموحه 2-0 امبارح. انا ما اعرفش ولا لعيب في الاسماعيلي. يعني انا ما اعرفش ولا لاعب في نادي الاسماعيلي. ما اعرفش هو مين اللي بيلعبوا دول اصلا. مش كده يا جماعه، مش كده.